أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، قضي الله أعمالكم وضاعف أجركم ورزقنا وإياكم التوفيق وحسن العاقبة. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا من بركات رحمتك وانشر علينا من خزائن علومك يا كريم، واجعل عملنا خالصا لوجهك يا أرحم الراحمين. توقف الكلام بنا حول بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أنه لما بلغ 40 من عمره الشريف نزل عليه الوحي بصورته العظمى في 27 من شهر رجب في العام 40 بعد غزوة الفيل، بعد واقعة الفيل. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وآله كان ينزل عليه الوحي بما ثبت، أو كان يتألفه الملك ويترباه كما صرح بذلك أمير المؤمنين عليه السلام. وإنما كان في 27 من شهر رجب تبين له أو تصور له بالصورة العظمى، بحيث أنه ملأ الخافقين. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله نزل عليه الوحي بأول ما نزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أما ما يحاك من حكاية وقصص هي أقرب ما تكون إلى أفلام الرعب، أن النبي صلى الله عليه وآله نزل عليه الوحي وقد أخذ بتلابيبه وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، وهزه مرتين ثلاث حتى كاد أن يذهب نفسه، وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، هزه ثالثة أو غطه كما يقولون، فقال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. ونزل خائفا حتى ذهب إلى خديجة عليها السلام، وقالت حكى له ما رأى، فقالت إن الله لا يخذلك. وذهبت وحكت الأمر إلى ورقة بن نوفل، وكان رجلا تنصر يكتب بالعبرانية، يعني تنصر يعني صار نصرانيا، زين، وله علم بكتب أهل الكتاب. وإحنا تكلمنا قبل أن الذين كانوا يقرؤون في مكة عدد قليل، والذين كانوا يطلعون على كتب أهل الكتاب أيضا عدد أقل، وكان منهم هذا ورقة. فقال لها إنه الناموس الأعظم الذي نزل على موسى وعيسى. يعني لو هو قال لها لا، هذا هو خايف، هذا هو يتهيأ له، كان طلع النبي مو نبي، كان طلع النبي متخيل. ولذلك اليوم بنتعرض إلى كلمة في أو بعض الروايات سريعا يعني حول ما يقال في مسألة نزول الوحي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. احنا الذي نؤمن به في روايات أهل البيت كما مر الحديث أنه كان يعلم أنه نبي، ولذلك كان الحديث يقول كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. يعني مو كنت نبيا وأنا لا أعلم، لا، كنت نبيا. وكان يتعبد في غار حراء، وكان قبله عبد المطلب يتعبد في غار حراء على سنة إبراهيم الخليل عليه وآله نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. ولما نزل عليه الوحي ونزل من غار حراء إلى بيته كان كل شيء يمر عليه، حجر شجر، كله يسلم عليه ويخاطبه بالنبوة: السلام عليك يا رسول الله. فهذا الشجر كلمة، الحجر كلمة، كل هذا يخلي ما عنده يقين أنه نبي، كل هذا يخليه يتهيأ، يخاف، يعيش حالة من الخوف النفسي. هذا كلام مو مقبول في غير محله. بل يروي البخاري أنه لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وجرى عليه هذا الأمر، وفي روايات متعددة ما في مجال أن نسردها، أنه كان يقول لخديجة: إن لم ينقطع لأذهبن إلى علو من الأرض وأرمي نفسي وأفتك أو وأرتاح. يعني هذه شو يسمونها بين قوسين؟ عملية انتحار.
عملية الانتحار اليوم يجون يحللونها النفسيين شو يسمونها؟ من اللي يروح ينتحر؟ الإنسان السوي ما ينتحر، عدل لو لا؟ اللي ينتحر من؟ الإنسان اللي عنده اضطراب نفسي، عنده مشكلة نفسية، هو اللي يروح ينتحر. معناته أن هذا النبي كان عنده شنو؟ عنده مشكلة نفسية. هل يقبل هذا الكلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا الكلام لا يقبل، لا يقبل بأي حال من الأحوال. ولذلك الثابت عندنا أنه لما نزل عليه الوحي بأول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، نزل صلى الله عليه وآله وسلم فأخبر خديجة فصلى، وأول من صلى خلفه هو خديجة وعلي عليهما السلام. شهادة خديجة وعلي أول من صلى خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هني يقولون أول ما نزل اقرأ، ثم نزلت بعد ذلك في أقوال نزلت بعد ذلك فاتحة الكتاب. في أقوال لكنها أقوال غير معتمدة تقول أن أول ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وآله هي فاتحة الكتاب، ولذلك سميت الفاتحة. الكلام هذا لا يعتمده أهل التفسير والتاريخ، أن الثابت عندهم أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم بعد فترة فتر الوحي عنه ثم جاءه وقال له يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه يقولون نزلت بعد سنوات الدعوة السرية للنبي صلى الله عليه وآله. احنا نعرف أن النبي كان له فترتين، فترة دعوة سرية اللي كان يجمع فيها من الأقارب، الجماعة الذين من عشيرته، من أهل بيته، من المقربين إليه، فيدعوهم إلى دينه. ثم بعد ذلك جاءه الأمر من الله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. بعدين قم فأنذر، فقام صلى الله عليه وآله وأنذر وصار صادعا بدعوته. متى؟ بعد 3 سنوات من بعثته صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بعد 3 سنوات من نزول الوحي عليه. هنا يقولون بعض الأقوال تقول هنا بعد هذه السورة نزلت سورة الفاتحة. طيب يجينا إشكال، يقول إذن بماذا صلى النبي صلى الله عليه وآله إذا الفاتحة بعدها ما نزلت؟ وتوك تقول أنه نزل فصلى وصلت خلفه خديجة وعلي عليهما السلام. وصلى والنبي صلى الله عليه وآله يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. أولا يقولون قد تكون الصلاة لم يشرع فيها الفاتحة بعد، واحد، ولذلك هذا يصير أن هذا الحكم متأخر عن بدء نزول الوحي. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لما نزلت، قبل أن تنزل كان يصلي صلى الله عليه وآله بما يقرأه من القرآن. زين يصير إحنا بعد نسوي نفسه نصلي بما نقرأه من القرآن بدون الفاتحة؟ لا، الحكم اختلف الآن. الحكم والأحكام أيضا كانت في بعضها أحكاما تدريجية على النبي صلى الله عليه وآله. تعرضنا أيضا إلى مسألة في كون الوحي نزل في أوله في شهر رجب، والقرآن يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما حد يختلف ليلة القدر متى تصير؟ في شهر رمضان بلغنا الله وإياكم. فيقولون هني أيضا ردينا على ذلك بأن هناك آيات أيضا أخرى تقول أن القرآن نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله، وآيات تقول أن القرآن نزل مفرقا وقرآنا فرقناه على الناس لتقراه، وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث. فكانت آيات تقول أن القرآن نزل مجزأ، وآيات تقول أن القرآن نزل دفعة واحدة. قلنا أن الجمع بينها لا يصعب، يصير أن النبي صلى الله عليه وآله نزل عليه القرآن دفعة واحدة على قلبه الشريف، فكان صلى الله عليه وآله يعلم بالقرآن كله. ولذلك بعض الآيات كانت تقول للنبي صلى الله عليه وآله لا تحرك به لسانك لتعجل به، انتظر أنت تعرف ده، لكن لا تأتي بالحكم حتى يأتي أوانه.
لأن جاء أوان الحكم بعدين تتلو الآية. هاي واحد. يصير أنه نزل على قلبه الشريف دفعة واحدة، ثم نزل بعد ذلك متفرقا حسب الأسباب وحسب مناسبات النزول للآيات والسور الشريفة. ولذلك صارت الكلام عن أن 27 رجب هو ذكرى المبعث النبوي الشريف. أما قضية الإسراء والمعراج فهذه قضية أخرى. قلنا أن الإسراء والمعراج حدث للنبي صلى الله عليه وآله، بعضهم يقول حدث 4 مرات، بعضهم يقول 5، وبعضهم يقول أكثر من 5 6، وبعضهم يقول أكثر من ذلك، أن الإسراء والمعراج حدث للنبي صلى الله عليه وآله، لكن ليس في هذه المناسبة. حدث له في مكة وحدث له في المدينة أيضا. وكان يصعد الإسراء يعني المسير ليلا من مكة إلى المسجد الأقصى، والمعراج يعني عروج النبي صلى الله عليه وآله إلى السماوات العلى، ورأى في ذلك العالم ما رأى من عجائب ملكوت الله سبحانه وتعالى، ورأى الجنة وما فيها والنار ومن يعذب فيها والعياذ بالله. وفيها شرعت الصلاة في ذلك الوقت بتفصيلها اللي موجودة الحين من الركوع والسجود والأذكار، وفيها شرع الأذان أيضا في الإسراء والمعراج. هناك شرع الأذان، وليس كما تنقله بعض روايات العامة أن الأذان شرع على ألسنة متعددة. واحد يقول أن الأذان شرع على لسان عمر بن الخطاب، رأى في منام فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله فاتخذ ذلك شعارا للمسلمين. لا، الشيعة كما في الرواية عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أنه قال أن هذه أعظم شعيرة لله، لهي الأذان، علامة المسلمين. لما تروح أنت أي بلد وشلون تعرف أن هذا البلد مسلم؟ من الأذان. من تسمع الأذان تقول إذن أنا في منطقة مسلمين، عدل ولا؟ فهذا شعار المسلمين. كيف يجعله الله سبحانه وتعالى ممكنا للحلم؟ أن فلان رأى عبد الله، بعضهم يقول عبد الله، بعضهم يقول أبو بكر، بعضهم يقول بلال، وبعضهم يقول عمر، وعدة أشخاص متعددين تذكر. لكن الإمام الحسن عليه السلام يقول أن ذلك حدث حين أخذ الله نبيه صلى الله عليه وآله في ذلك العالم بروحه وجسده، مو بروحه. إذا بروحه كلنا ترى يعجبنا، بروحه يعني حلم. احنا كلنا ننام، لا احنا ما ننام، وساعات نتخيل وتروح أرواحنا في عوالم أخرى، تروح في عوالم أخرى تشوف أشياء، تشوف أمور مي موجودة هني. هذا كله تصير لنا احنا يعني أنبياء؟ لا. الإسراء والمعراج حدث للنبي صلى الله عليه وآله بروحه وجسده. ولذلك هذه الفرية التي اختلقها بنو أمية في عهد معاوية أن النبي إنما رأى ذلك في المنام، كان نائما فعرجت روحه ورأى. هذا ما يصير للنبي ميزة على غيره من الناس، لا. النبي صلى الله عليه وآله عرج به إلى السماء بروحه وجسده الشريف، فرأى في عالم الملكوت ما رأى. ومن ضمن ما رأى أنه رأى ملكا، فقال للنبي صلى الله عليه وآله بعد أن سلم عليه، قال له ألا إني أتحفك بتحفة؟ فسأل النبي صلى الله عليه وآله، سأل جبرائيل قبل أن يتكلم ذلك الملك، قال من هذا الملك؟ قال إني لم أره منذ خلق الله السماوات والأرض. جبرائيل الأمين على الوحي، جبرائيل عميد الملائكة، يعني النوخذ الكبير مالهم، ما في أحد ما يعرفه. الآن يقول هذا لم أره من قبل، هذا ملك جديد ما شفت أنا. هذا الملك كان تحفة لمن؟ إهداء لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله، فعلمه الأذان فأذن في السماوات. إذن أول من سمع الأذان هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنزل، لما نزل صلى الله عليه وآله علمه عليا وقال علمه بلال، لأن بلال بن رباح رضوان الله عليه كان جوهري الصوت، كان صوته رفيع وجميل، وكان قبل ذلك يستعمله أبو جهل أيام الجاهلية قبل أن يسلم، يستعمله للغناء. لكن
بلالا لما أسلم رضوان الله عليه امتنع عن ذلك، فاتخذه النبي صلى الله عليه وآله مؤذنا فجهر بالأذان، فكان الأذان تحفة وبركة ونعمة من الله سبحانه وتعالى اختص بها نبيه صلى الله عليه وآله، وهي ما أشارت إليه السورة الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك، فصار ذكره صلى الله عليه وآله يتلى بكرة وعشية. احنا الآن أذن عندنا صار لحوالي يمكن ساعة إلا 10 بس انقطع الأذان، لا، أكو هناك بقاع من الأرض 24 ساعة يؤذن فيها، بيننا وبين غيرنا فارق ساعة، بيننا وبين غيرنا دقيقة أو دقيقتين، ولذلك قرن الله ذكر نبيه صلى الله عليه وآله بذكره، وهذه ليست لأحد ولم تتهيأ لأحد من الأنبياء والمرسلين إلا لنبينا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا وأعمالكم بأحسن القبول، وأن يمن علينا بالفرج العاجل القريب لمولانا صاحب العصر والزمان، وأن يغير سوء حالنا بحسن حاله، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد